وصفة من أيام جدودنا من زمان. زيت الكركار بيتعمل بطريقتين اتنين بس، يا إما بالشحم اللي في بطن الخروف، مش اللي هي الشحم اللي في بطن الخروف، أو بشمع النحل الأصلي الطبيعي. الوصفة دي من زمن الزمن وإلى الآن إحنا مستمرين عليها لأنها فعلا بتجيب نتيجة كويسة جدا. بتشيل هيشان الشعر مع الاستمرارية في الاستعمال بتاعه، بناعم فتلة الشعر، بغزر الشعر، بيطول الشعر، وكمان بشيل الأكزيما اللي في الشعر وقشرة الشعر. كمان بيحافظ على رطوبة الشعر وبيخليه كده طري ولين. غير كده زيت السمسم بيحفز الدورة الدموية في الشعر، فالشعر بويصلات الشعر بتطلع بتنمو. وكمان الخلطة دي بتحارب الشيب المبكر. تعالوا نشوف حاجة حاجة بالظبط حطينا ايه. هجيب هنا حفنة من القرنفل واحطها في الكوبايه. الوصفه الاساسيه هنحط ميه يا دوبك يتبل بميه، مش هنزود الميه خالص وهنركنها. انا هنا حطيت ميه ورد، انا بحب ميه الورد بديل عن الميه، وده انا عملته بالليل، وتاني يوم الصبح هيطلع لي بقى كل البهاريز بتاعته ولون الميه هتتغير. لازم يتنقع قبليها علشان كل الخواص اللي جواه تطلع في الميه دي، وهو كمان يكون طري شويه ويطلع لنا اكتر. هنحط الكميه دي في الحله، عليها كوبايه، نفس الكوبايه دي بس كامله، هتكون من زيت السمسم، والافضل انه يكون زيت السمسم الاصلي. في مصر بتباع في المعاصر اللي هي بتعمل الطحينه والكلام ده، بيبيعوا زيت السمسم الاصلي، وطبعا متوفر في السودان. كل ما يكون اصلي كل ما يكون احسن. هرفعها على نار هاديه جدا لحد لما الميه تتبخر ونسمع صوت طقطقه بسيطه، والقرنفل اللي جواها يكون خلاص اتصفى تماما من الميه. شكله كده بعد ما خلاص الميه نشفت وصوت الطقطقه بان والقرنفل نفسه بقى ناشف. عندي هنا شمع النحل الاصلي، ريحته ده عسل، عامله زي العسل بالظبط. ده ولا متصفي ولا متشال منه خواص العسل ولا اي حاجه، خام زي ما هو. هشيل بس منه الحته السوداء دي واقطعه تقطيعات صغيره. الحلو كمان اللي فيه انه شايل ريحه العسل، يعني ريحته جميله. هنا هصفي الزيت بتاع القرنفل وهرمي القرنفل كده، انا مش محتاجه، هتخلص منه. هنحس انه الزيت بعد ما خلص غمق شويه، هنرجع تاني الزيت في الحله بعد ما همسحها بالمنديل علشان لو فيها اي ترسبات من القرنفل ما تكونش موجوده. واحط شمع النحل وهي دقيقه تاني بالظبط، هرجعها على النار لحد لما الشمع يدوب خالص. بعد ما الشمع داب هصفيها تاني لانه في حتت سودا كده في الشمع ما بتسحش، اللي هي زي الحته دي. هنا إضافة صغيرة من عندي هي مش موجودة في الوصفة الأساسية، هحط حوالي معلقة واحدة من زيت الخروع. زيت الخروع كمان بيعمل تتقيل للشعر، حلو مغذي جدا للشعر. وهنا عندي المجموع، بيقولوا عليه زيت المجموع، بيضم أكتر من 10 أنواع زيوت مختلفة بتتجمع كده وبيسموها زيت المجموع، وبرضه بتباع بالاسم ده. يعني تروحوا عند بتوع الزيوت تسألوهم على زيت المجموع أو أي محلات بتبيع حاجات سودانية. مفيد جدا 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 للشعر، كمان بيأخر الشيب، ومفيد كمان للبشرة، وريحته حلوة. خلاص احنا حطينا المكونات دي، هنقلبها كويس، نخلطها كويس قوي، وبعد كده نعبيها في برطمان ازاز نظيف، وهتكون جاهزة للاستعمال كده خلاص. بمجرد ما هعملها هعبيها هنلاقيها ابتدت تجمد علشان النحل هيلم المكونات دي كلها وهيجمدها. ندهن منه شوية صغيرين قوي قبل التسريح، شوية صغيرين. لو عايزين نعمل حمام زيت هناخد كمية على فروة الراس وندعك، وبعد كده نطلع على الشعر من بره ونكتمه بكيس بلاستيك او راب بلاستيك لمدة ساعة ساعتين لحد لما الشعر يعرق كده، وبعد كده نغسله وخلاص. الوصفة رهيبة والريحة جميلة جدا والنتيجة أرهب وأحلى بكتير. جربوها هتعجبكم جدا.